أنا اسمي دكتور محمد المصري، أستاذ في القصر العيني في كلية الطب. بقالي أكتر من 25 سنة بشتغل جراحة عامة وجراحة مناظير وجراحة سمنة. ناس كتيرة جدا بتخاف من موضوع جراحات السمنة عشان معتقدين إن هم شعرهم هيقع. هل ده صح ولا غلط؟ أحد المشاكل اللي بتواجهنا بعد جراحة السمنة للأسف هي موضوع ترهل الجلد. طيب هل ده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ حسب حاجات كتيرة قوي. حلول جراحة السمنة والأدوية الجديدة اللي بتستعمل في نزول الوزن زي مجموعة الجي ال بي 1 أو المونجارو والاوزمبيك، كلها حلول جديده. طب مين فيهم افضل؟ لو بتفكر تعمل جراحه سمنه لازم هتكون سمعت قبل كده عن انها بتكون حصوات في المراره. ده صح ولا غلط؟ خلينا نشوف. جراحه السمنه كانت وقتها لسه يا دوب بتبدا، ونفس الكلام كان جراحه المناظير يمكن كان قبلها ب 10 سنين. التاريخ بتاع جراحه المناظير عموما بقى له حوالي 40 سنه. انا اشتغلت منهم 25 سنه في القصر العيني. اتعلم على ايدي الحمد لله ناس كتير قوي، وانا اتعلمت على ايد واحد من اعظم الناس في جراحه المناظير وجراحه السمنه اللي هو دكتور فهيم بسيوني. اتخرج على ايدي الحمد لله المئات من الدكاتره، دلوقتي منهم لسه طبعا صغيرين ومنهم اللي ما شاء الله بقوا دلوقتي اساتذه واساتذه مساعدين، وده حاجه بتبسطني لما بشوفهم بقوا نجوم برضو من في شغلانتنا. يعني بحب اتعامل مع المرضى جدا، بحب اقعد اسمعهم، وبحب ان انا اخش في تفاصيل المرض لغايه لما اوصل لحل ليه. ما بزهقش لغايه لما بوصل الحمد لله الحل لقصتهم يعني.